إليك أهم أخبار اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تجري في القاهرة يوم 4-5 فبراير 2026. أبرز مستجدات لقاء السيسي وأردوغان: زيارة أردوغان رسمية إلى القاهرة. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في زيارة رسمية، واستقبل بحفاوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقيا في قصر الاتحادية. مجلس التعاون الاستراتيجي: ترأس السيسي وأردوغان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. تم توقيع بيانات واتفاقيات تعاون في عدة مجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والاقتصادي. تعزيز العلاقات الثنائية: أكد السيسي وأردوغان رغبتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين ودفع التعاون الاقتصادي، مع الحديث عن رفع حجم التجارة المشتركة إلى مستويات أعلى. ملفات إقليمية على الطاولة: بحث الزعيمان قضايا إقليمية مهمة، أبرزها الوضع في غزة والأزمة الإنسانية هناك وصل استمرار النزاع، مؤكدين رفض أي محاولات لتجاوز خطة السلام، والعمل على دعم التهدئة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. شراكات اقتصادية ومنتدى الأعمال: شارك الرئيسان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، مع حضور فعاليات اقتصادية لتشجيع الاستثمار والتعاون التجاري. تعاون في الدفاع والأمن: تم الإعلان عن اتفاقيات تعاون عسكري بين مصر وتركيا بحضور السيسي وأردوغان. ردود فعل وتحليلات: محللون سياسيون يشيرون إلى أن الاجتماع يعكس محاولة لإعادة بناء وتعزيز العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر، ويضع أسسا لمرحلة جديدة من التنسيق. إذا أحببت أستطيع تلخيص أهم التصريحات الرسمية من المؤتمر الصحفي المشترك بين السيسي وأردوغان أيضا. هل تريد ذلك؟